الله يسعد أوقاتكم رفقاتي الأمهات ورفقات بنتي الصبايا الحبوبات المعدلات. أكيد كلياتكم سمعتوا الحلقة الماضية وعرفتوا ليش كل نهار منضل عم نصيح ونعيط أنا وأمهاتكم على كلمة ضبي شعرك ولا تهرهري شعر بالأرض ولا تساعديني بالمطبخ ما بدنا ناكل شعر. اليوم لازم تفتحولي أدنيكم منيح حتى تعرفوا تهتموا بشعركم ويبطل هرهرة ونفشة، ولازم حتى يصير شعرك قوي وصحي تعملي مثل ما عم قلك. أول شي حاولي جهدك تبعدي عن الألوان والصبغات والمواد الكيميائية، وإذا كان لابد منها عليكي بالمواد اللي بيكون مصدرها طبيعي، يعني الصبغات الطبيعية. ورح خبرك بحلقة تانية كيف تصبغي شعرك من مطبخك. الشغلة التانية اللي حأحكي لكم إياها وهي بصالحكم ورح تحبوني عليها هي التالي: امسكي تليفونك، حطي ايدك بشعراتك واعملي مساج لمدة أقل 15 دقيقة. وإذا شفتي نبع الحنان زورت وتحولت قولي لها الدكتورة خبرتني أعمل هيك، لأن المساج مع القراءة بنشط الدورة الدموية وبساعد الشعر إنه يطول ويبطل هر. ثالث شي قصي شوي زغرونة من شعراتك كل 3 شهور حتى تتجدد أطرافه ويبقى مظهره صحي. أما رابع شي حطي لشعراتك سيرام مرطب بعد الحمام مباشرة ولفيه 15 دقيقة حتى يحافظ على رطوبته وما ينشف أبدا. خامس شي وهو أهم شي لا تزعلي أمك حتى ما تدعي عليكي ويهر شعرك، لأنه طول الشعر لازم رضا من نبع الحنان. ولأني مرضية وبحب ساعد الكل رح أقدم لكم وصفة سحرية مفعولة أكتر من رائع لتطويل الشعر وتقويته ومنع التساقط، وأمانة بس تجربوها تخبروني النتائج وادعولي الله يهدي لي هالمصروعة اللي عندي. سجلي عندك هالوصفة. منجيب مقدار 100 جرام من لبان الذكر المطحون، وأكيد كلنا منعرفه ومنعرف فوائده الممتازة. حطيهم بقنينة الهزدادة وضيفي عليهم 200 ملي من واحد من هالزيوت. إذا كانوا شعراتك شقر حطي لهم زيت أريجان، وإذا كانوا شعراتك سود حطي لهم زيت زيتون، وضيفي لهم كم حبة توم مقطعين وخلطيهم منيح. ولا تتضايقي من قصة التوم لأنه الزيت بيسحب الريحة وعلى الاستعمال ما بتنزعجي أبدا. حطيهم بحمام مائي شي ربع ساعة، بعدين لفي القنينة بقصدير وخبيها على جنب شي 10 أيام. اوعك تخبيها بالمطبخ، بتقوم بتفكرها ست الكل زيت للسلطة وبتروح عليكي. بعد هالمدة طالعيها، خدي حاجتك من الزيت ورجعي غطيها وخليها مثل ما هي. أهم شي وقت تحطي الزيت على شعراتك تعملي له مساج كتير ومن كل الجهات، وبعد تركيه على شعراتك ساعتين وغسلي. ووعد مني رح تلاقي فرق رهيب خلال شهر، ورح تدعيلي كل ما سرحتي شعراتك قدام المراية، وست الكل كمان رح تدعيلي لأني خلصتها من السق والنق ومصاريف الصالونات. اليوم خلصت حلقتنا، بس لسه عندي كتير من المعلومات والنصايح. تابعوني لتكونوا دايما حلوين وتاخدي جمالك بس من الطبيعة. اعملوا منشن لرفقاتكم اللي شعراتهم مثل شعرات السنجاب، واكتبوا لي أي سؤال بيخطر على بالكم بالتعليقات. خليكن معنا وكونوا كتار. تابعونا على الفيسبوك واليوتيوب، ومثل العادة نحن موجودين على السناب شات والإنستغرام. منحبكم خيرات الله.